طلعت أخبار ومصادر في السعودية وفي العالم تتكلم أن كريستيانو رونالدو زعل وطلع تصريحات قوية عن عدم تعزيز نادي النصر بصفقات مقارنة بأندية ثانية مثل الهلال. كشفت تقارير أن مانشستر يونايتد بدأ اتصالات من أجل عودة نجم النصر كريستيانو رونالدو لصفوفه الصيف المقبل. أمس وطبعا بكل تأكيد الكل يعلم أن رونالدو غاضب أو زعلان، سمها ما شئت، بسبب عدم دعم نادي النصر. حبيبي أنا بقول كلمة واحدة بس، رئيسنا رونالدو ونائب رئيس جيسوس، غير ولا تكلمني. كيف رئيس ونائب رئيس؟ ما عندنا إدارة يا عمي، إدارتنا جيسوس ورونالدو، هذه إدارة النصر، جيسوس ورونالدو بس. هل سلطة رونالدو في النصر وصلت لهذه المرحلة؟ كريستيانو رونالدو الذي جاء إلى الرياض ليصنع التاريخ ويقود الفريق إلى منصات التتويج. اعرف مكانك وحجمك، أنت موظف لدينا. كلمات جدا قاسية وجهها الإعلامي وليد الفراج إلى كريستيانو رونالدو. ما تعرضوا لبنزيما ولا اللي صار معه، هذه نقطة. النقطة الثانية يا أبو بدر، كيف عفوا أستاذ هاني، إيش المطلوب؟ أستاذ هاني أنت يعني مع احترامي وتقديري ما يعني إيش؟ لا يعني لحظة، ما يعلقون، تبينا ننزل على ركبنا قدام اللاعب، إيش الكلام هذا؟ لا ما يصير. ما ننزل على الركاب. لا ما ننزل، بلدنا كبير واحنا كبار، لا واللي ما جبناه خشم الرياض. لا حد يتجاوز، لا حد رابطه تمثل اداره اللعبه في البلد. الوضع حاليا مولع ما بقى الا ساعات والسوق يسكر. غضب مكتوم انفجر في توقيت حساس، غضب لم يكن حبيس الغرف المغلقة بل خرج إلى العلن. زعل كريستيانو منطقي وغير منطقي، خلينا نقول هذا السؤال. لا غير منطقي، كارثي. لأن ليش زعل كريستيانو؟ لأن سواها أكثر من مرة، سواها وقال بيولي، سواها وقال جارسيا، سواها ومشى ماجد الجمعان، سواها ومشى فينجا، سواها ومشى المهيدب، سواها ومشى الغامدي، سواها ومشى مسلي، سواها ومشى من تبغى. عدد كبير جدا من رئيس نادي في النصر 3، سي او جاهم 4، مدرب جاهم 5، لاعبين جاهم دور اسماء كثيره، فتغيير عنده قدره يغير قرار، فهو حس انه يقدر يضغط ويغير قرار، وهذا هو زعلي انا. مش كريستيانو لازم يمشي، عمره 40 سنه، كيف باقي يلعب كره في السعوديه؟ خلاص يمشي كريستيانو يمشي. للاسف رونالدو عبء حاليا على الاداء الفني. كلمه لكريستيانو، لو سمحت اطلع. لا الوضع كبر يا اخوان. كريستيانو رونالدو يغادر جروب نادي النصر. نعم يا جماعه، بعد الاشياء اللي صارت. كريستيانو رونالدو يهاجم صندوق الاستثمارات السعودي. كريستيانو تواصل مع إدارة النصر وقال لهم انه مباراة جاية انا ما حلعب، اذا عندكم مباراة انتم خارجوا نفسكم، انا ما حدا العب معاكم. كما انه مستعد لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لا عقده ليعيده للدوري الانجليزي الممتاز. طلبات رونالدو لإدارة الصندوق حسب آخر الأخبار: طلب إرجاع الصلاحيات لسيماو وسيميدو، عدم التدخل في أمور الفريق، إعطاء ميزانية للتعاقدات، وقف الهجوم على رونالدو وعلى سيميدو وسيماو من الداخل، ضمان إن فيه عدل في توزيع الميزانية بين الأندية. كشف ما كان يدار في الخفاء، مشروع يتباطأ، طموحات لا تترجم إلى خطوات فعلية، وهو ما وضع الدون كما يعرف في مواجهة مباشرة مع صناع القرار الداخلي. وجود كريستيانو رونالدو في النصر ضعف كبير جدا جدا، يجب أن يصمل، لازم يصمل. أتمنى من صندوق الاستثمار يصعدها مع كريستيانو رونالدو، لا يلعب والله لا يلعب. قال لك كلمتين، يا أنا يا هني. قال لك هي رونالدو من شوي طلع من النصر ما عم بيلعب، خرج من الملعب، خرج من كل النصر هلا حاليا. يا هو يا اما اللعيبه، واحده من الاثنين، يا رونالدو يستمر بالنصر بالدوري السعودي بس كل هالصفقات تلتغى وبنزيما ما يروح على الهلال، يا اما رونالدو خارج الدوري السعودي. لا يلعب كريستيانو رونالدو. نو ماتش. Get out نصر. Get out نصر. I am love you team نصر. I am نصراوي. Get out. أتوقع موضوع كريستيانو أكثر من إدارة النصر، أكبر من إدارة نادي النصر. الموضوع يحتاج أن وزارة الرياضة تتدخل بالموضوع هذا، الاتحاد السعودي تتدخل بالموضوع هذا. ترى هذا مشروع. اليوم أنا كلاعب في الدوري الإنجليزي ولا الدوري الإيطالي قاعد أشوف هذا الخراب، وأشوف نادي محاباة نادي ثاني مثلا، بتشوف مشاكل بالفريق. أنا مشجع جاي من الكويت، يعني شوف جاي ما أدري وش بصير مهاجمي، جاي عشان أشوف
النصر رونالدو، جيت شفت النصر بس احتاج بس اداره فريقي بس توضح لي ليش رونالدو ما لعب اليوم؟ ليش ما لعب مباراه الرياض؟ ليش؟ يا اخي عطني الاسماء الثلاثه اللي عند الهلال الاحتياط اللي في المدرجات صاروا مع الرابطه والموج الازرق وما ادري ايش، عطني اياهم يا اخي. كم بلقب 70 مليون احتاجهم يا اخي. ال 70 مليون احتاج محور ارتكاز وكريستيانو تشوفه يسوي لك سي يوميا بس الصباح بالنهار بالليل. ايوه حسب متى ما حبيت يسويها لك. يا كريستيانو رونالدو انتصر على الجميع بصمته. اجل كيف لو تكلم كلمة واحدة بس وش بيصير للعالم؟ كريستيانو نقول له ان شاء الله ما يتعودها، لانه والله العظيم ما هو بوقته يخلينا نمشي مع الرجال ولا لا يغايبنا على قول الشباب. رونالدو زعلان، انا ازعل معه. رونالدو وش تقول عنه؟ اشتقنا له كثير. يا اخي ارجع خش الملعب، تكفى طلبناك، ارجع خش الملعب. ثاني من الطالب وهو قائد المشروع يشوف شيء وحنا ما نشوفه، فهذا الشيء المفروض يتنفذ. توعدون كريستيانو بوعود في الصيفيه بالشتويه ما تتنفذ. لكن بالنسبه لكريستيانو الرساله وصلت، بس ما هو عاد تترك الفريق يوم ما جت المباراه الجديه. لا تزعل كثير خلاص. نو لا يو نو يو باد فوتبول. باد بويز يعني باد يعني مو كويس. يو مان باد فوت. يو مان باد فوت. نو ناصر نو get out of here. Get out. Go برتغال get out of here out. يروح يجي كريستيانو ما يروح ولا يجي لحد، يروح البيت الابيض. البيت الابيض ادعي بسلامه اللي ود. كريستيانو صار له 500 سنه، لحظه، كريستيانو صار له 500 سنه يلعب ما وداه البيت الابيض الا اكيد. ايوه ولا من غير والله ما يشوف عتبته. خلينا واضحين. دقيقه لك الله يا نصر. لاعب يا اخي يمشيك على كيفه، هذا يمشي يا اخي نادي، يمشي كيان. لو يا اخي 70 سنه يا قائم يجيب يوم وليله يتحكم به. جاي من الريال كيفه يروح بالريال، يروح باليونايتد. قسم بالله رفع وش زين عبد الله مرة صحيحه. والتغطيه الاعلاميه بو شيء عظيم على كريستيانو. الاعلام معه عجيب قسم بالله. عزاوي شلون تبي تاخذ وانت معك العجوز؟ كريستيانو هذا مثال للشرف والنزاهه. شات اب. تبي المقطع هذا يوصل رونالدو. يا رونالدو زعلان؟ كلنا زعلانين. خلاص انت الحين ارض المعركه. رونالدو جبروفيتش خير جبروفيتش قاعد تدخن تشرب يا طول العمر بيبسي وتلعب سوني. طيب العالم تركض. اسمه بروزوفيتش اللي قلته، هذا اسم اكله اللي قلته اسمه بروزوفيتش. ماني وش 24 ساعة مسواك. تكفى سجل. سنة المسواك سنة. اي انه بعد مسواك بس عاد سجل. ماني كلمة لكريستيانو. ارجع يا كريستيانو، خلاص طالت الغيبة، خلاص يعني وصلت الرسالة وصلت. أمامنا دوري، أمامنا مباريات صعبة جدا. ارجع والله مشتاقين، ارجع، العالم مشتاق لك يا رونالدو. كريستيانو قدوتنا وقدوة العالم كلها، وإن شاء الله بإذن الله يتحسن وضعنا بالتعاقدات ويرجع النصر بإذن الله بوجود كريستيانو مع كريستيانو إن شاء الله. باذن الله يعود، وان شاء الله ما فريقنا ماشي صح، وبعوده كريستيانو حيزداد قوه. كريستيانو الأسطورة بإذن الله بيجلس الدوري إن شاء الله. هو الداعم الأول، هو اللاعب الأول في الدوري السعودي بإذن الله. اقسم بالله حنا معك. كريستيانو القلب والروح. القلب والرية وباقي الناس هذه. هلا مسيك إن شاء الله إنه يرجع الملاعب ويلعب مع النصر. كريستيانو انت لاعب كبير، يعني لله انك عارف مصلحة النصر. كريستيانو والله انه احنا معاه قسما بالله، لانه افضل لاعب في التاريخ وضد المدلل. وليش غاب اليوم؟ لانه المهزله اللي قاعد بتصير بالدوري مو هي طبيعيه الصراحه. كريستيانو انا ما اقول يعني ما لك داعي، العب وفوز، اثبت جدارتك، يحتاج تقعد ما بيلعب خلاص العب وفوز، ما لها داعي للحق. كونك تتبع أثر الهلال أنت تعود كل مرة خطوات إلى الوراء. جلس سنين طويلة حوالي 18 سنة
لم يرفع الا كاس تعتبر كاس بسيطه، كاس الامير فيصل بن فهد. كل هذا الضياع ما تم التاسيس بعده الا عبر ثوره اقامها الامير فيصل بن تركي. المشروع الرياضي اكبر من اي لاعب او مدرب مهما كان تاريخه او اسمه، وان المشروع الرياضي حيستمر في نجاحاته اللي ابهرت العالم واللي جعلت منه انه من اكثر. من حق رونالدو يغضب؟ لا، اللاعب يظل لاعب مهما كان اسمه. رونالدو اسم كبير، اضافه فنيه اعلاميه كبير، ولكن يظل اللاعب في ادواره فقط.